جا وقت التينا وقلت علاش ما نديرش ان كيك مغبغي بذوق البرتقال والشيكولا، وخرج واحد التحفه ما كنت كامل نستنى فيها. جا بزاف طري ومشرب، وهذيك لاصوص اللي من الفوق زادت له بنه على بنه. بديت بالبيض والسكر اللي خليتهم يطلعوا مليح حتى يتضاعف الحجم ديالهم بلا ما ننسى القرصه تاع الملح. ومن بعد نقصت كامل لا فيتاس، ومن بعد ضفت الزيت وعصير البرتقال غير بالعقل. زدت عليهم مبشور تاع البرتقال، وضفت عليهم كاس تاع فارين تماما دي 40 مع لا فانيلا ليفور ومغرفه تاع الخل. ومن بعد زدت كاس تاع الفارينه وخلطت مليح حتى دخل في الخليط ديالي. نحيت ربع الكميه من هذاك الخليط وضفت عليه الكاكاو، وزدت له ربع كاس تاع الفارين. هذا الخليط ما لازمش يجي ناشف باسكو الكاكاو راح ينشفو. والخليط اللي بقى لي زدت عليه كاس تاع الفارين. في مول تاع الكيك اللي يكون مغلف بابي كويسون بديت نحط الخليط الابيض وفوقه تاع الشوكولا حتى كملت كامل الكميه. دوزت عليه بالبيك ودرت له خط تاع الزبده في الوسط ودخلته للفوق على 160 درجه. هذاك الوقت وجدت السيرو اللي فيه كاس سكر، كاس عصير البرتقال وكاس ماء. نحطه فوق النار ونحسب له 15 دقيقه مرما يغلي. كيطيب الكيك نسقيه بهذاك السيرو ونخليه يشرب. ونزيد نوجد هذيك لاصوص اللي تجي من الفوق، فيها نص كاس سكر، كاس عصير تاع البرتقال ولا مايزينا. نخلطها مليح حتى يذوب السكر ونحطها فوق النار حتى تبرد والكيك يشرب. نحطها فوق الكيك ديالي وتقدروا تزينوه باش حبيتو. انا درت له هاد الشرائح تاع التشينا. نقول لكم هاد الوصفه بزاف بنينه ولازم تجربوها، وما كاين غير ماما اللي تعرف لها.